كان يا مكان في الحومة، كان واحد الراجل اسمه سمير. سمير كان معروف بضحكته وطيبته، وكان دايما يخرج مع عيموشة صديقه المفضلة. في يوم من الأيام، قرروا يروح يجمع نبعة من الجبال القريبة، لأنه كان يحب يشم الهواء النقي ويستمتع بالمناظر. وكي وصلوا، شافوا عمي زي قمر جالس تحت شجرة كبيرة، يشرب في قهوة مع حبات التمر. قال لهم: أهلا يا ولاد، وين رايحين؟ رد عليهم سمير: نحب نجمع شوية نبعة عمي. عمي زي قمر ضحك وقال: تجمعوا شوية صند مع النبعة، وراكم كملتوا. وبعد شوية بدوا يجمعوا النبعة، وفجأة شافوا الطرولة طائرة فوقهم. عيموشة قالت: شوفوا الطرولة، يا سلام، كأنها ترقص. سمير قال: عمي زي قمر رشكلوا في القهوة، وراهي تحكي لهم حكايات. كي رجعوا للدار، قرروا يديروا سندويتشات معقودة بالمسمار. عيموشة قالت: لازم نضيف شوية زيتون ونعناع باش تكون لذيذة. وسمير كان يضحك يقول: يا ختي، لو كان عمي زي قمر يسمع يجي يشوف شنو درنا. وكي كلوا بدوا يحكوا عن ذكرياتهم في الحومة، كيف كانوا يلعبوا مع الأولاد ويسمعوا تسربيسة من العجوزات اللي يحكوا قصص غريبة. عيموشة قالت: تخيلي، كنا نلعب تحت شمس الحومة، والكل كان يضحك ويتهنى. وفي الأخير، قرروا أنهم يروحوا يسهروا تحت النجوم. سمير قال: يا جماعة، نجيب القهوة ونحكي قصص عن الأيام القديمة. عيموشة ضحكت وقالت: أوكي، لكن لازم نكون حذرين من عمي زي قمر، لأنه يحب يحكي أكثر منا. وهكذا، قضوا سهرة جميلة تحت النجوم، يحكون قصصهم ويضحكون، ويستمتعوا بوقتهم مع بعضهم البعض. في الحومة، كل شيء كان ممكن، وذكرياتهم كانت أغلى من الذهب.